طول عمري بعمل السينابون حلو قوي ومتخيله ان مفيش احلى من كده، لحد ما سلمى بنتي فاجئتني بشويه تريكات غيرت عندي المفاهيم خالص، وبجد وبدون مبالغه احلى من اللي بنجيبه من سينابون نفسه، ده غير التوفير اللي مش هتصدقوه غير لما تجربوه بنفسكم. تابعوا معايا الفيديو واحفظوه عندكم لاني واثقه انكم هتعتمدوا المقادير دي في كل مره. في البدايه خالص تعالوا نعمل محسن مخبوزات طبيعي بيطري العجينه جدا، وانا اعتمدته خلاص في كل وصفات المخبوزات اللي بعملها، وده بيكون عباره عن نص كوبايه ميه عليها 3 معالق كبيره دقيق. بدوبهم مع بعض وارفعهم على النار لحد ما ياخد معجون بالشكل والقوام ده. اركنه بقى على جنب واروح اجهز العجينه نفسها. فبجيب ربع كوبايه ميه دافيه مش سخنه، نخلي بالنا عشان ما نبوظش الخميره. بضيف عليها معلقه كبيره خميره ونص معلقه كبيره سكر، واسيبهم يتفاعلوا مع بعض عشان اتاكد ان الخميره شغاله. لحد ما الخميره تشتغل بقى هروح انخل 4 مجات دقيق، ولازم انخله علشان اطلع منه اي رطوبه فيديني نتيجه مظبوطه وعجينه هشه. بنفس المج بضيف على الدقيق ربع كوبايه سكر وبيضتين بدرجه حراره الغرفه، وطبعا ما ننساش اصدقاء البيض الفانيليا والخل عشان نشيل ريحه اي زفاره. هنا الخميره اشتغلت اهي، هقوم ضيفاها ومنساش المحسن الطبيعي اللي عملناه اول الفيديو. هضيف كمان تلت كوبايه زبده مذابه، ونخلي بالنا انها تكون مذابه دافيه مش سخنه عشان ما تبوظش معانا الخميره. هبتدي اعجن بقى المكونات لحد ما تدخل كلها مع بعض وتسيب ايدي بالشكل ده، ونخلي بالنا اننا ممكن نحتاج شويه دقيق لو لقيناها محتاجه. العجينه في بوله واغطيها كويس عشان امنع عنها دخول اي هواء وما تنشفش، واسيبها ترتاح لحد لما تختمر بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. هدهن الرخامه بتاعتي دقيق وافرد العجينه بالشكل ده لحد ما يتكون عندي شكل مستطيل كده، فاقوم دهنه سطحها ب6 معالق زبده طريه. بعدين ارش خليط مكون من كوبايه سكر عليه معلقتين قرفه، وابتدي الف العجينه بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. بعد ما الف العجينه وتاخد الشكل الاسطواني ده هجيب خيط وابتدي اقطع العجينه بشكل متساوي وارصها في صينيه الخبز بتاعتي زي ما انت شايفه كده. اسيبها تخمر تاني 10 دقايق بس، وادخلها فرن سخن شغال مسبقا تحت بس على درجة حرارة 180، واحط الصينية في الرف اللي في النص لمدة 25 دقيقة بالظبط. وده الشكل النهائي للتسوية، حبيت اغريكم بيه عشان تقوموا تعملوها على دخلة الشتاء. نروح بقى نعمل الكريمة اللي بتتحط على الوش، واللي بجد لما تجربوها هتعرفوا انها احلى من سينابون نفسه. ودي بتكون عبارة عن 6 مكعبات جبنة كريمي، ربع كوباية زبدة، كوباية سكر وفانيليا وزبادي لحد ما الخليط معانا يمتزج وياخد القوام المناسب. وعلى فكرة الزبادي بيعمل كونتراست يجنن مع السكر، احلى من الحليب بكتير. وخلوا بالكم ضيفوا الكريمة للسينابون وهو دافي مش سخن قوي علشان السينابون ما يمتصهاش. ممكن احط على الوش الصوصات كمان اللي بحبها وشويه مكسرات، وبس كده خلاص هتاكلوا احلى واطرى سينابون كلتوه في حياتكم، وبتكلفه لا تذكر بالمقارنه بالجاهز. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم في فيديوهات تانية قريب ان شاء الله.